احلى واجمل واسهل طريقة جلاش ممكن تعمليها، ومن غير توريق ومن غير تعب خالص. تعالوا كده نشوف مع بعض. بصوا الجلاش بتاعنا مورق وخفيف وطري وحلو قوي ازاي، ده غير طعمه كمان تحفة. طب تعالوا كده نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. اول حاجة بقى هبدأ معاكم كده بسم الله. هجيب هنا معايا لفة جلاش، هبتدي اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو لفة الجلاش معانا هنا متبهدلة مش هتقول لا. وبعد كده بقى هبتدي انعكش معايا الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا سميتها المنعكشه. هجيب بقى معايا صينيه وابتدي انعكش الجلاش بتاعنا كده عشان يطلع مورق وجميل معانا. هجيب بقى معايا ربع كوبايه سمنه وابتدي اسقي الجلاش لحد ما يتشرب السمنه كلها. هروح بقى ادخل الجلاش الفرن. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده التشريبه. معايا هنا كوبايتين لبن، عليهم 3 معالق سكر، عليهم معلقتين كاسترد اهو. طب احنا لو ما عندناش كاسترد هنعمل ايه؟ هحط هنا معلقتين قشطه اللي هي وش اللبن. ما عندناش كاسترد هنعمل ايه؟ هنحط معلقتين نشا وكيس فانيليا. وبعد كده بقى الجلاش بتاعنا اول ما اخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده، هجيب بقى التشريبه بتاعتنا كده واسقي الجلاش كله لحد ما يتشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزه اقول لكم ان التشريبه دي ودت الجلاش في حته تانية خالص. هبتدي بقى الف الصينيه كده لحد ما الجلاش يتشرب. هروح بقى احطها في الفرن تاني لحد ما تتشرب خالص. هنا بقى انا كنت عامله لها الشربات بتاعنا، كوبايه عسل وكوبايه سكر وعصره ليمونه، وده كان الشربات بتاعنا. اول ما خرجت من الفرن كده سقيتها على طول، وبعد كده رشيت عليها شوية جوز هند. وادي كده الشكل النهائي بتاعنا اهو. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ودي اسمها جلاش المنعكشة. بصوا قد ايه طرية وحلوة وجميلة.